احنا معاكم النهارده وسط 112 فدان من اجمل شركات الاستثمار الزراعي في مصر وعلى طريق مصر اسكندريه الصحراوي. المزرعه بالكامل مثمره ومنتجه ومجهزه على اعلى مستوى، زراعات كلها بالكامل حديثه ونموذجيه. احنا لما جينا نبدا تصوير الدنيا مطرت، وده فأل خير، وإن شاء الله العرض بتاعنا يكون عرض الخير، فاللهم اجعله صيبا نافعا وعرضا نافعا. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ معاكم تفاصيل العرض بتاعنا، يا ريت لو انت مش مشترك في القناة شرفنا وادعمنا باشتراكك في القناة، ولو انت مشترك ما تنساش اللايك الجميل بتاعك علشان عروضنا دايما تصلك باستمرار. احنا معاكم النهاردة وسط مزرعة او وسط شركة للاستثمار الزراعي من اجمل شركات الاستثمار الزراعي في مصر. المساحة 110 فدان مثمرة ومنتجة بالكامل، كلها زراعات حديثة ومتطورة ومغطاة وعلى أعلى مستوى. البيان بتاع النهاردة أغلبه مزروع عنب أنواع مختلفة وخوخ فلوريدا. عندنا 20 فدان مزروعين خوخ، وباقي المساحة كلها مزروعة عنب أنواع مختلفة، متكود بالكامل تكويد أوروبي للتصدير في دول أوروبا. المزرعة بتاعتنا بتاعت شركة الاستثمار الزراعي، واحنا داخلين كده على اليمين يمين البوابة هنلاقي ده كله عنب مغطى، زراعات زي ما انتم شايفين ما شاء الله، زراعات كلها حديثة ومتطورة. المشيات بالكامل نخل. عندنا العنب هنا في الدخلة دول 4 حوش عبارة عن عنب إرلي بالكامل يمين ويسار مغطى بالكامل. عندنا متوسط الأعمار من 3 إلى 7 سنوات. أعمار الزراعات اللي موجودة عندنا عمر الزرع من 3 ل 7 سنوات. في البيان وفي الصور اللي انتوا شفتوها في الصور اللي مرت عليكم قبل ما نبدأ معاكم الفيديو، هي فيها حاطين احنا في الصور بيانات تعريفية لكل التفاصيل اللي موجودة في المزرعة. في الصور اللي مرت عليكم احنا حاطين بيانات وداتا تعريفية لكل التفاصيل اللي موجودة في المزرعة. هنا ده اللي أمامنا ده سكن واستراحة وسكن للعمال، وعلى اليسار دي منطقة الإدارة، في فيلا موجودة مبنية ومرخصة، دي منطقة الإدارة ومستغلة كمكاتب إدارية. اللي أمامنا ده من ضمن المعدات الزراعية اللي احنا ما اتكلمناش عليها، لأن المزرعة مجهزة تجهيز فيها كل المعدات الزراعية الموجودة. عندنا 3 آبار. المية مش هنبالغ ونقول معدنية، ولكن هي ما فيهاش أي نسبة ملوحة خالص. يعني المية عندنا ما شاء الله جميلة جدا، ما فيهاش أي نسبة ملوحة. عندنا 2 محول كهرباء، محول 200 كيلو ومحول آخر 100 كيلو. احنا لما دخلنا عدينا ال4 حوش اللي على اليمين واللي على اليسار. هنخش هنلاقي الحوشة اللي على ايدنا اليمين دي عبارة عن حوشة عنب إيرلي فيليم وعنب بلاك. يعني ده كله أصناف مختلفة بين إيرلي فيليم وإيرلي بلاك. والخوخ في آخر حوشة في المزرعة بالكامل. الحوشة دي مش مغطاة لأن طبعا انتوا عارفين الفيليم بيتأخر شوية، ولكن هي تجهز للتغطية. العرض بتاعنا هو عرض شركة، مش هنقول مزرعة لأن هي شركة للاستثمار الزراعي. يعني ده مش هنحتاج نخش جوه الحوشة ديت. طبعا أنا عشان ألم لكم العرض سريعا راكب على كبوت العربية وبنغامر في الأمطار اهوت، شغل ناشونال جغرافيك علشان خاطر نحاول نلم لكم الداتا وما نطولش عليكم. طبعا المعاينة دايما على الطبيعة بتبقى أبلغ من الفيديو، ولكن احنا بنحاول نقرب لكم علشان ما نضيعش وقتكم، لا عاوزين نضيع وقتكم ولا نضيع وقتنا احنا كمان، فبالتالي بنحاول نلم لكم الداتا قدر المستطاع. انا هنزل معاكم واقف عند الاوضه ديت الحمامات
بتاعت العمال، وهي يعتبر برضو حاجات فيها معدات زراعيه. وهنخش حوشه العنب، لان لو حد من المهندسين الزراعيين بيتابعنا نديله برضو مواصفات عن الزرع ويشوف التكعيبه من الداخل. احنا نزلنا هنا بين الحوش عشان نخش معاكم في حوش هتشوفهم الزرع من الداخل. دي حمامات للعاملين في المزرعة، يعني كل حوشة عليها التعريف بتاعها زي كده. مثلا رقم الحوشة 10، النوع فليم، المساحة 8 فدان، تاريخ الزراعة 2016. يعني 2016 بقى لها كام سنة؟ 6 سنين. الحمد لله بنديكم داتا كلها صدق، والحمد لله احنا ما بنجملش في عروضنا. العنب من أعمار من 3 ل 7 سنوات اللي موجود في المزرعة. يعني هيمشي معاكم كده برضه علشان تشوفوا. دي لم تغطى، لأن الفليم انتوا عارفين بيتغطى في بداية 1. القص شغال في المزرعة اهوت، والتجهيزات للموسم الجديد شغالة. تعالوا نخش حوشة من الحوش المغطاة علشان نكمل معاكم وما نطولش عليكم. هنا أحد الأبيار اللي موجودة في المزرعة. طبعا شغل الشركات بيبقى منظم شوية. يعني ده بير مكتوب عليه بئر رقم 1، عليه طرمبة 75 حصان. الطرمبة اللي موجودة عليه 75 حصان. احنا دخلنا معاكم حوشة من الحوش المغطاة. متوسط عمر الحوشة دي تقريبا 5 سنوات. انا مشوفتش البيان بتاعها، هيكون بره هنوريه، بس تقريبا 5 سنوات. ديت تم القص وتمت التغطية وتم التنظيف من الداخل في الحوشة دي. ده قطر الساق بتاع العود العنب. انا بنحاول اديكم حاجات عشان لو في حد من المهندسين الزراعيين بيتابعنا نديله معلومات دقيقة. يعني دي الحوشة بالكامل اهيت، عشان ما نضيعش وقتكم بس معانا والفيديو ما يبقاش طويل. خليكم معايا عشان نطلع نكمل باقي التفاصيل بتاعة المزرعة. احنا خرجنا بره الحوشة المغطاة ورايحين على البيان التعريفي بتاعها اهوت. رقم الحوشة 9، النوع هو طبعا إيرلي، المساحة 8 فدان، تاريخ الزراعة 2018. أنا قلت لكم تقريبا 5 سنوات، يعني هم عمر 4 سنوات وداخلين في السنة ال5. طبعا عندنا بالنسبة للمعدات الزراعية اللي موجودة، دي من ضمن المعدات الزراعية. البيع طبعا شامل جميع المعدات اللي موجودة في المزرعة. متشجر وزراعات فعلية على أرض الواقع من 110 فدان حوالي 95 فدان. يعني 95 فدان كلك مساحات مثمرة ومتخضرة ومنتجة. باقي ال 15 فدان دول يعتبر طالعين طرق وطالعين مكاتب إدارية وسكنات ومخازن بتخدم على المزرعة. البنية التحتية بنية الري حديثة جدا وعلى أعلى مستوى، والمهندسين اللي موجودين بيهتموا بالمزرعة اهتمام كبير. دي كلها يمين وشمال كده حوش بتقابلنا اهي متقطعة بين كل حوشة وحوشة طريق منفصل. الحوش اللي عندنا مش متغطية قلنا لكم ان ده عنب فليم. عندنا فليم وعندنا بلاك وعندنا إيرلي. دي انواع العنب اللي موجودة، تكويد بالكامل اوروبي. اللي احنا داخلين عليه ده ديزل جنريتور مولد كهرباء سبير في حالة انقطاع تيار الكهربائي. ده محول كهرباء قدرته 100 كيلو. وعنده بير تاني، بير طبعا رقم 2 موجود هنا جنب المحول. كل العنب اللي امامنا ده كل المتغطي ده عنب بالكامل. هنا بئر رقم 2.
هنا بئر رقم 2، نخش نصوره ونتكلم معاكم عن الملوحة اللي موجودة. ده بئر رقم 2. الملوحة اللي موجودة عندنا في المزرعة بتبتدي من 400 ل 600 بي ام، جزء من المليون. يعني المية العاملين والمهندسين اللي موجودين في المزرعة بيشربوا منها، وصالحة للزراعة. يعني مش هتلاقي مية في أي مكان بنفس المعدل الجميل ده. احنا هنا في المنطقة الفاصلة بين العنب والخوخ. يعني احنا كده قدام 4 حوش بالكامل مزروعين خوخ، والمنطقة اللي هناك دي منطقة مخازن معدات زراعية. لو جينا هنا دول حوشتين ورا بعض، دي حوشة منهم البيان اهوت 5 فدان خوخ فلوريدا، تاريخ الزراعة 2016. الحوشة اللي على اليسار نفس الأعمار بالظبط ونفس المساحة، ده خوخ فلوريدا. يعني عمره داخل على عمره 7 سنوات، العمر بتاعه 7 سنوات. خوخ فلوريدا مثمر بالكامل. دول 4 حوشات، كل حوشة 5 فدان خوخ فلوريدا مثمر بالكامل. نتكلم سريعا مع بعض عن اللوكيشن بتاع المزرعة. احنا معاكم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، تحديدا في منطقة الخطاطبة على الأسفلت الرئيسي. احنا على الأسفلت الرئيسي، يعني حاجة لوكيشن محترم جدا على الرئيسي قريب من الصحراوي. مزرعة أو شركة للناس اللي بيرغبوا الشركات الاستثمار الزراعي. لو عاوز تستثمر فلوسك في مجال الزراعة ويبقى عندك استثمار زراعي، مش هتلاقي نواة أفضل من كده تبدأ بيها استثمارك في منطقة الخطاطبة طريق مصر اسكندرية الصحراوي. عاوز برضو أنوه على حاجة سريعا عشان ما يبقاش سيبنا أي كومنت ما تكلمناش عليه. احنا التيار العالي ده ممكن تكونوا شفتوه وانا بصور، ممكن واحد يحط لنا كومنت سلبي، تمام؟ هو ممكن ما يكونش لا بيبيع ولا يشتري، يحط لنا كومنت سلبي. انا دايما بوضح العيب قبل الميزة. ده عند الجار مش عندنا خالص، ولكن للأمانة لو بصينا من بعيد مفيش غير على زاوية الأرض من هناك عمود واحد بس داخل الأرض، وده احنا بنوضح كل العيوب قبل المميزات. ما عندهاش أي كومنت غير هو العمود ده، وفي الحد بينه وبين الجار. واجهة الأرض على الطريق الأسفلت 350 متر، يعني الواجهة عندنا 350 متر، واجهة كبيرة محترمة. سور على الواجهة، سور خرساني بالكامل. انا رايح اصور لكم منطقة المخازن عشان اختم معاكم. واحنا داخلين على منطقة المخازن اهيت نكمل معاكم الداتا بالنسبة للاوراق الملكية. مسجلة تسجيل شهر عقاري، ما عندناش توكيلات، عقد مباشر مسجل باسم المالك الحالي. الواجهة 350 متر على الاسفلت الرئيسي منطقة الخطاطبة. دي سكنات للعمال ومنطقة لتخزين المعدات الزراعية والبلاستيك الخاص بالتجهيزات. دي كلها منطقة مباني، طبعا المباني كلها موجودة في المرخصة. دي منطقة المخازن عشان الصوراكم تشوفوا أبعاد المبنى قد إيه. دي المخازن بتاعة المعدات الزراعية. لو أنت مستثمر عربي، لو أنت أجنبي، لو أنت مصري، عرضنا صالح للتملك، ملك مسجل شهر عقاري في موقع ممتاز جدا طريق مصر اسكندريه الصحراوي في منطقه الخطاطبه. السعر اللي بنقدم لكم بيه العرض 600,000 جنيه سعر الفدان. انا في بدايه الصور اللي شفتوها حطيت لكم صور للثمار بتاعه الزرع، هتشوفوها او انتوا شفتوها في مقدمه الفيديو. ده للثمار من المهندس، طبعا خدناها من المهندس الموجود في المزرعه وحطيناها لكم، على ان احنا دلوقتي مش وقت ثمار، لان المزرعه دي احنا لو بنصورها في موسم الحصاد كنتم هتشوفوا حاجه مختلفه تماما. تاكدوا ان انتم بتشوفوا عرض من اجمل عروض الاستثمار الزراعي. انا في النهايه ببلغكم تحياتي وتقديري. احنا شركه سفنكس للتسويق العقاري. بذكرك ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك الجميل بتاعك عشان عروضنا دايما تصلك باستمرار. خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.